زعلانين طبعا لان الخساره يعني في اخر ثانيه كده بتزعل. يعني النتيجه مش على سير المباراه خالص. لكن الزمالك قادر زي ما حضرتك قلت ان هو يحسم من البطوله هنا في القاهره. لان اتحاد العاصمه مش الفريق اللي يخوف المرعب، لان ما شفناش يعني النهارده خطوره قويه على نادي الزمالك. لكن كان في تحفظ زياده عن اللزوم من الكابتن معتمد جمال في بدايه التشكيل وكان في رهبه كده لعيبه نادي الزمالك. الزمالك كان نازل يلعب جيم دفاعي بحت وبيلعب على هجمه مرتده على النواحي الفرديه بقى، الفروق الفرديه اللي عند شيكو بنزا، السرعات اللي عند عدي الدباغ. ادم كايد النهارده دوره يعني انا ما حسيتش بدوره، يعني رغم ان هو كان موجود في الملعب. لكن كان ممكن التركه اللي يعملها الكابتن معتمد جمال ان ادم كايد ما يبداش المباراه ويحط مهاجم، كانت هتفرق معانا جدا في حته العمق تحديدا. لان اسلام ميرلي اللي هو لاعب نص الملعب كان في مساحات في العمق كبيره جدا، خاصه يعني طول المباراه. اعتقد ان الكابتن معتمد جمال كان متحفظ زياده عن اللزوم، بيلعب ثلاثه في نص الملعب وبيرجع